نهار جديد، فيديو جديد في إطار برنامجكم مع غلاء الأسعار. نحضروا كل شيء في الدار. من بعد ما نزلت الفيديو الأول ديال الزبدة لقى إقبال كبير من طرف عدة ديال الناس اللي جربوا ونجح ليهم، وبزاف ديال الناس اللي بغاو طريقة جديدة ديال الزبدة بدون زيت وتكون بالنكهة ديال الزبدة البلدية. وهنا جاتني الفكرة أنني خصني نقلب على وصفة تعطيني النتيجة نفسها ديال الزبدة البلدية. جربت بزاف ديال الوصفات وهذه هي اللي عطاتني نفس النكهة ديال الزبدة البلدية، لهذا قررت أنني نحطها لكم، لأنها فعلا صراحة اللي ذاقها كيحسب له أنها زبدة بلدية ماشي زبدة مصطنعة، خصوصا أننا تنحضروها بمكونات بسيطة، ودائما لأننا شعارنا هو من القليل نحضروا الكثير، ومع غلاء الأسعار نحضروا كل شيء في الدار. وهذا هو الزبدة اللي سبق وحطيتها، كتعطي صراحة نتيجة زوينة وتتعطي كمية كبيرة. على بركة الله ناخذ المكونات مع طريقة التحضير. كاس ديال اللبن، ماشي الحليب وإنما اللبن اللي تنستخرجوا منه الزبدة. هنايا عندنا كاس ديال الزبدة مذابة، الزبدة خديت غير ديك الزبدة الرخيصة يعني العادية، قليل من الملح. بالنسبة للطريقة ديال التحضير ناخذ الخلاط الكهربائي أو البغا ميكسور أو أي شيء متواجد عندكم اللي غادي يعطينا نفس النتيجة. بالنسبة للزبدة كيف ما لاحظتوا ما دوبتهاش يعني حتى دابت تماما، فقط شعلت البوطة وطفيت، غير سخنات يعني بدات تذوب صافي وطفيت عليها البوطة. خاص النصف القليل يكون دايب والنص الاخر خصو ما يذوبش، يبقى شاد في القوام ديالو. بعد كنطحنوا الكل، لازم نطحنوه بهذه الطريقه او نخلطوا بهذه الطريقه حتى يعطينا نفس هذا القوام. غادي يصبح الشكل ديالو بحال تنطلعوا شونتي، تنبقاو تندربوا هكا حتى تيطلع. من بعد تنزيد الملح. هنايا الملح كتبقى على حسب الرغبه، الكميه ديال الملح كتبقى على حسب الرغبه، ولكن دائما ما نكثروش الملحه في الزبده لانها تتكون حساسه دغيا تنحسوا بديك الملوحه. هنا كيف ما لاحظتوا بدا تيطلع عندي القوام، بديت تنحس به بحال بدا تيتجمع لي ديك الزبده مع اللبن. نستمر بنفس الطريقه حتى نتحصل على القوام اللي غادي تلاحظوا معايا في الصوره. من بعد ما تحصلت على هذه النتيجة غادي نتوقف على الخلط. هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها. هنا كيف ما كتلاحظوا يعني الزبدة بحال الشكل إلى سايحة أو دايبة، ولكن ملي غادي نوضعوها في الثلاجة غادي تاخذ القوام ديالها وغادي تجمع. كيف ما قلت لكم انا النوعيه ديال الزبده اللي استعملت في هذه الوصفه نوعيه عاديه، يعني الزبده ديال المارغرين اللي تتكون انا خديت واحد النوعيه اللي رخيصه وعطاتني نتيجه رائعه. من بعد ما تنخلطوها مع اللبن وتنطحنوها او تنميكسيوها بهذيك الطريقه تتعطينا نتيجه ديال الزبده البلديه، نفس تتعطينا النكهه نفس النكهه ديال الزبده البلديه ونفس القوام او الملمس ديال الزبده البلديه. هنا كيف ما لاحظتوا معنا القوام ديالها سائح شي شويه لانه كان الحل سخون بزاف، وخليتها انايا في هذاك الكاس فوق لافابو، يعني حتى لقيتها دابت يعني بزاف. غادي نوضعها في هذه الكرتونه وغادي نوضعها في الثلاجه لمده ديال غير واحد نص ساعه ولا ساعه، كتقبط الشكل ديال الزبده العاديه كيف ما كتلاحظوا معنا، لانها غير زبده يعني غير كتجمد فقط، يعني غير ان فوا تتبرد في الثلاجه تتجمد. وبالنسبه للنصيحه الى ميكسيتوها وبقى عندكم واحد شويه مثلا قطرات ديال اللبن تيبانوا لكم، تقدروا تودعوها في واحد الصفاي حتى تقطروا دوك النقيطات ديال اللبن، ومن بعد عاد باش توضعوها في البواطه ديالكم او العلبه ديالكم ووضعوها في الثلاجه، غادي تعطيكم نفس هاد لا كونتيتي. من بعد ما خرجتها من الثلاجه وزنتها عطاتني 520 غرام. كيف ما لاحظتوا مكونات بسيطه بطريقه سهله، عطاتنا زبده بلديه نص كيلو ديال الزبده البلديه بطريقه سهله وبسيطه
ومكونات اقتصادية. ودائما شعارنا من القليل نحضروا الكثير، ومع غلاء الأسعار حضري كل شيء في دارك، ما تحتاجيش تشريه مرة أخرى. وكيف ما لاحظتوا يعني بدون زيت بدون مواد دهنية حضرنا الزبدة البلدية، واللذة ديالها يا سلام، مذاق هائل جدا. نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم بالضغط على زر لايك، او الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او ابوني او سبسكرايب، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله. ولآرائكم وتساؤلاتكم خليوا لي الرأي ديالكم في التعليق، أي سؤال أي رأي كتبوه لي في التعليق، وإن شاء الله غادي نجاوب على الأسئلة ديالكم. بالنسبة للزبدة اللي حضرنا في الفيديو السابق اللي كتجي حتى هي رائعة جدا والمذاق ديالها يا سلام، وبهاد الزبدة اللي حضرنا في الفيديو السابق ما تنحتاجوش نشريو زبدة مرة أخرى. إلا كنتو ما تفرجتوش في هذا الفيديو او مازال ما شاهدتوش هذا الفيديو غادي نتلقاو اللين ديالو في التعليق، وان شاء الله جربوها حتى هي رائعه بزاف والمذاق ديالها يا سلام، وطريقه سهله وبسيطه. وهاد الزبده هي اللي عطيتكم الطريقه باش تبقاو دائما تستخرجوا منها الزبده بلا ما تشريوها مره اخرى، لأنه شعارنا مع غلاء الأسعار نحضروا كل شيء في الدار، لهذا حضرنا هاد الزبدة باش ما نعاودوش نشريو الزبدة مرة أخرى، هي نفسها تنبقاو تنستخرجوا منها الزبدة. الكل الطريقة والأسرار كلهم في الفيديو، غادي نخلي لكم اللين ديالو كيف ما قلت لكم في صندوق الوصف. بهذا كنكون وصلنا لنهاية الوصفة، إلى وصفة قادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.